مساء الخير واهلا بحضراتكم يوم جديد على الفضائيه المصريه على الهواء مباشره ومباشر مصر، وزي ما اتعودتوا خلاص بنتقابل معاكم كل يوم على خير في نفس الميعاد من 5:30 ل 7 يوميا من السبت للاربع. نحاول مع بعض نشوف مصر بيحصل فيها ايه. مصر حصل فيها حاجات كتير. هكون معاكم ان شاء الله في فقره الاخبار، وفقره الصالون هتكون الزميله ايمان العقاد وحوار حول برلمان 2016 عودة مصر للحياة النيابية. نقدر نقول ان مصر عادت مرة اخرى للحياة البرلمانية، وكنا اتكلمنا هنا امبارح وقلنا حاجات كتيرة جدا. النهارده ان شاء الله نستكمل الكلام مع زميلتي ايمان العقاد فقرة الصالون حول برلمان 2016. عندي بس يعني نقطتين ثلاثة قبل ما ادخل في الاخبار. اول نقطة، ان شاء الله يوم 4 يونيو اعلنت وزارة التربية والتعليم ان شاء الله تبقى امتحانات الثانوية العامة. اتمنى التوفيق لكل اولادنا، بس المره الثانيه او الثالثه او العاشره اعتبروها في وزاره التربيه والتعليم اللي انتوا عايزينه. ما ينفعش اللي انتوا عاملينه في جداول الامتحانات، ما ينفعش. يعني ما تفعله وزاره التربيه والتعليم او اللي بيخططوا للمناهج او للامتحانات، بصراحه انتوا بتدفعوا لاولادنا ان هم يفشلوا دراسيا لسبب واحد. اما انتوا تحطوا لهم مادتين في يوم والمادتين اصعب من بعض، محدش يقول لي لا مش اصعب من بعض، مش هنضحك يعني ما ينفعش اننا نضحك على بعض في الامور دي. لما تحط لهم مادتين ومادتين عايزين حفظ وخلاص وتلقين، وتجبروهم ان هم يذاكروهم ويحطوهم عشان ينجحوا بس في الامتحانات، دي كارثه حقيقيه. لما تحط لهم مثلا علوم ورياضيات، لما تحط لهم عربي ودين، ما حدش يقول لي اصل حضرتك يعني او انت بتقول كلام مش واقعي. لا، معايا جداول امتحانات اغلب الحاجات، عشان بس نبقى واضحين في السنين الدراسيه. وده مش كلام، ده كلام اهالي كتير بيصرخوا بيستصرخوا بيقولوا يا جماعه هو في ايه بالظبط؟ انتوا ليه مصرين في التعليم المصري او وزاره التربيه والتعليم ان هي تضغط الولاد؟ طب ما ايه المشكله لما تحط كل يوم ماده؟ يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني هل اليوم الزيادة أو اليوم الأقل هو ده اللي خلاص سيعصف بالعملية التعليمية؟ يعني هو ده اللي مش هيطلع عندنا جيل ناشئ؟ يا اخوانا كفاية، فكروا بره الصندوق. فنان محمد صبحي، يا هذا الرجل اعتز بيه جدا جدا جدا، وراجل خلوق وعارفه معرفة شخصية، لما قال، ويمكن دي أنا قلتها وهقولها كتير، احنا اتعودنا وانا جيلي واللي قبليه اننا دايما نختار الاجابات ما بين الاقواس. فاكرين الموضوع ده؟ او السؤال الاول اجباري. امتى هيكون عندنا السؤال الاول اختياري؟ امتى هتكون عندنا اجاباتنا نختارها من خارج الاقواس؟ امتى ولادنا يفكروا عشان ينجحوا، مش يصموا عشان ينجحوا او يعدوا؟ فرجاء رجاء رجاء يعني للقائمين في وزاره التربيه والتعليم، عيدوا النظر في موضوع جداول الامتحانات. الحاجه الثانيه بقولها للساده سواء المناصرين الاخوان او الساده السلفيين او الساده اللي بيقولوا علينا كفار. احنا مش كفار يعني لما انتوا هتنزلوا ب 25 يناير بتقولوا مظاهرات ضد كفار، مين اللي انتوا نازلين ضدهم؟ احنا الشعب المصري. يا معلش انا طولت بس اسمحوا لي، احنا الشعب المصري. كفار مين؟ لما تطلقوا هذه الشائعات وتطلقوا هذه المسميات، مين له مصلحه انه يعمل فتنه في البلد بالشكل ده؟ لحد امتى هنقعد نتخانق على 25 يناير و30 يونيو؟ لحد امتى؟ ما هو لو هنقعد نتخانق على 25 يناير و30 يونيو عمرنا ما هنطلع بالبلد دي لقدام. يعني امبارح بصراحه بغض النظر على النكات واللي قالوه وعملوا افلام على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن شاء من شاء ابى من ابى، بصراحه برلمان 2016 كان رد فعل قوي لكل العالم. اما الصحف الامريكيه تقول لك ان دي خطوه هامه جدا في تاريخ الحياه السياسيه المصريه، دي حاجه. اما الصحف البريطانيه تطلع تقول لك واخيرا اكتملت الحياه السياسيه في مصر، دي ابلغ رساله. لا يملك احد ان يكفر الشعب المصري ولا شخص حتى في الشعب المصري. كلنا سواسية امام الله سبحانه وتعالى. فيا ريت اللي يقعدوا يطلقوا لنا المسميات والهاشتاجات الغريبه والحاجات دي كلها، يا ريت تفوقوا لنفسكم وتبصوا لنفسكم الاول بدل ما تقولوا دول كفار واحنا نازلين لهم. الشعب المصري لن يسمح ان بلده تقع،
الشعب المصري لن يسمح ان بلده ما تنعمش بالامن والامان. وفي رجاله في القوات المسلحه وفي رجاله في الداخليه هيحافظوا على هذا الوطن. اخبار كتيره جدا. معلش كان لازم اقول يعني هذا الموضوع، لان في حاجات ساعات بتستفز الواحد، في حاجات لما الواحد بيشوفها او بيقراها يجب ان هو يقف امامها. امبارح كان حصري عندنا في مباشر مصر، وكان معانا النائب اسامه شرشر، والحمد لله يعني كنا اتكلمنا وقلنا ان الاسهم كانت بتتجه لاختيار استاذ القانون الرجل المحترم دكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، وقد حدث وتم اختياره رئيس البرلمان. وده كان خبر حصري امبارح من سياده النائب، مش مننا احنا كتلفزيون ده، وانما من سياده النائب. صدق التكهنات امبارح برضو قلناها عن وكيل المجلس وهو السيد محمود شريف نقيب اشراف، ولكن الاسم الثاني لوكيل المجلس ان شاء الله هنعرفه بعد الاعاده ما بين النائب سليمان وهدان وما بين النائب علاء عبد المنعم. نتمنى التوفيق، بس اتمنى تواجد المراه والشباب رجاء رفقا بالقوارير. ايها النواب محتاجين المراه والشباب نشوفها ممثله بشكل كبير جدا، لان فعلا عليكم مسؤوليه كبيره، ونتمنى لكم التوفيق يا رب. اسمحوا لي ان انا اخد معاكم النهارده يعني وندخل بقى على الاخبار بمناسبه يعني مجلس الشعب وحاجات كتيره قوي. النهارده وكيل اول مجلس النواب سيد محمود شريف يعني قال كلمه وتعقيب هام جدا. قال ان هيحاولوا كنواب تقديم صوره مشرفه للبرلمان لانه برلمان مصر الحديثه. هو ده التصريح اللي يمكن نروح ونتفائل بيه. ده تصريح يخلينا نحس بنوع من الامل، يخلينا نحس بنوع من الطمأنينة ان في نواب عندنا في البرلمان مؤمنين تماما بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم. السادة النواب عليهم مسؤولية يعني خطيرة جدا تجاه الوطن وتجاه أنفسهم وتغيير صورة النائب بتاع زمان أمام المواطن المصري. يعني كمان وكيل مجلس الشعب أكد أن العمل داخل المجلس لن يكون منفردا وهيتم في إطار مؤسسي وتعاوني. ويمكن ده شيء مهم اننا نحس ان جوه مجلس الشعب يبقى في حاله من الالفه، يبقى في حاله من الطمانينه، يبقى في حاله من التعاون، يعني ما بين النواب من جهه وما بين الدوله من جهه اخرى. يعني مجلس النواب هو مجلس للتشريع ومراقبه الحكومه، فنتمنى ان هذا ما نراه في مجلس النواب، وفي نفس الوقت نتمنى من الحكومه تقديم الدعم الكافي من اجل مصلحة المواطن. يعني الحكومة تشتغل، مجلس النواب يراقب ويصدر القوانين والتشريعات التي تهدف لخدمة صالح المواطن. امبارح زعنا تقرير بصراحة ناس كتير كلموني عليه على موضوع المواطن الغلبان. قالها على الشاشة، قال لكم أنا مواطن غلبان خلوا بالكم مننا. هيقولوا لكم أكتر من كده إيه؟ فرجاء هذا التوقيت يحتاج مننا كلنا الهدوء، واننا نحط ايدينا في ايدين بعض ونطلع بالبلد دي لقدام. 25 يناير مش خناقه، هي ثوره وعيد للشرطه. خلاص يعني ايه، و30 يونيو ثوره، ايه المشكله؟ اعاده المسار 25 يناير. يا ريت يا جماعه كفايه بجد، لان انا ملاحظ برضه في بعض المنابر الاعلاميه محاولات للزج باحداث فتنه، يعني مثلا نقسم الناس ل 25 و30. لا عمر ما بلدنا كانت كده. دي مصر عشان اعلانين 3 هتحطهم لنا في برامجكم؟ لا، دي مصر، دي بلد. انتقدوا زي ما انتوا عايزين، ننتقد زي ما انا بنتقد وعلى تلفزيون الدوله والحكومه إيه؟ انتقدوا وننتقد ونحاول نصلح، بس مش نقسم الناس. دي اخطر حاجه، وده كان سبب انهيار جماعه الاخوان، تقسيم الناس لاخواني ومصري. وهو ده اللي ما سمحش بيه الشعب المصري ونزل في 30 يونيو. لا، هذا الموضوع خطر جدا، ويجب كلنا نفوق، كلنا، ونخلي بالنا من الفاظنا ومن كلامنا على الشاشات والمواقع الاخباريه. زملائنا الصحفيين والاعلاميين ناس محترمه جدا، وعارفين معنى الكلمه لما بتطلع من اللسان بتبقى رصاصه، لو ما حافظناش عليها بتحصل كوارث. فرجاء مجلس النواب الكرة في ملعبكم،
نتمنى التوفيق ليكم، منتظرين العديد والعديد من القوانين اللي ان شاء الله تخلي الدستور مفعل، لاننا عندنا دستور به مواد اكثر من رائعه، حتى المواد الخاصه بحريه الاعلام، حتى المواد الخاصه ببعض التشريعات وغيرها، ولكن تحتاج لاعاده صياغه قوانين، تحتاج لاعاده صياغه تشريعات معينه من اجل مصلحه المواطن، تحتاج ان المواطن المصري يشعر ان الدستور اللي نزل استفتى عليه فعلا بيحقق له طموحاته. الدستور فيه مواد رائعه، بس محتاجين اننا نعيد صياغه بعض التشريعات والقوانين. معانا على التليفون الكاتب الصحفي الكبير والمتخصص دائما يعني في البرلمان والمتابع الدائم لمجلس النواب والضيف العزيز دائما. مساء الخير يا استاذ محمود، ازي حضرتك؟ اهلا مساء النور يا فندم، اهلا بيك. استاذ محمود، شايف اول جلسه برلمانيه وبرلمان 2016، تقييم حضرتك مش للاداء ولكن لوجود برلمان 2016، وشايف انه فعلا رد على كل الالسنه اللي حاولت تشكك ان هناك اراده من الدوله ان يكون هناك برلمان؟ لا يعني هو الكلام ده احنا تجاوزناه خلاص، البرلمان اتواجد. يعني اي حديث عن اذا كانت في اراده ولا ما فيش، هو دلوقتي بقى في برلمان ولا ما فيش برلمان؟ في برلمان. اجتمع ام لم يجتمع؟ اجتمع. انتخب رئيسه والوكيل، وينتخب الان الوكيل الثاني ام لا؟ تمام. يبقى هل الحديث بقى عن اراده وعدم اراده ده يجوز؟ لا، البرلمان خلاص بقى واقع موجود، اجتمع، النواب حضروا، انتخبوا الرئيس، انتخبوا وكيل، ولاول مره يتم اعاده على وكيل ثاني لم تعلن نتيجتها حتى الان، وان كان المرجح فوز سليمان وهدان مرشح حزب الوفد فعلا في اسهم حساب علاء عبد المنعم. وبالتالي لا، الاراده موجوده والبرلمان اجتمع، وما اعلنه الرئيس السيسي عن سيكون لنا برلمان، وفي كلمته بالامس لتهنئه الشعب والنواب ان احنا استكملنا خريطه الطريق لينا. كان في ممارسه ديمقراطيه محترمه، 7 مرشحين على منصب الرئيس، 16 مرشح على منصب الوكيلين، كل هذه ظواهر ومشاهد لم نراها من قبل في حياتنا البرلمانيه. طب اول جلسه امبارح يا استاذ محمود، وحضرتك قاعد كده بخبرتك الطويله ودايما حضرتك متابع لموضوع البرلمان، تقييمك ليها ايه؟ كاول جلسه يعني. لا انا جلسه شخصيه مبسوط بيها. تمام. وانا سخونه المناقشات والخلاف والشد والجذب هي من طبيعه الحياه البرلمانيه. هؤلاء نوابا عن الشعب، اذا كان داخل العيله الواحده بيحصل خلاف وبيحصل شد وجذب، فانت مش عاوز برلمان متعدد الاتجاهات والطوائف والافكار ومتنوع والنواحي الاجتماعيه ان يحدث فيه شد وجذب؟ نعم، هذه ظاهره صحيه، بشرط ان يكون الحوار والخلاف في اطار الممارسه الديمقراطيه الصحيحه وفي القيم الديمقراطيه، وبعيدا عن اي خروج او خرق للوائح او ترديد الفاظ غير مقبوله. كل هذه امور انا اعتقد ظواهر صحيه وتؤكد على سخونه وقوه الممارسه البرلمانيه لهذا البرلمان. طب استاذ محمود، يعني اخر سؤال كده وانا عارف انك يعني هتجاوبني عليه بصراحتك المعهوده، شايف ان ممكن برلمان 2016 يغير في ذهن المواطن صوره البرلماني القديمه؟ بالتاكيد، يعني تكوين هذا البرلمان تؤكد هذا يحدث. اصرار النواب على تغيير الصوره الذهنيه يؤكد ان هذا يحدث. كل هذه ظواهر بتؤكد لنا ان يعني في رغبه حقيقيه واراده لدى غالبيه النواب من كافه الاتجاهات ان يغيروا هذه الصوره، خاصه ان الصوره القديمه كانت محل انتقاد من جانبهم، وكانوا بيعتمدوا في دعايتهم على انتقاد هذه الصوره، فلا يمكن ان يعيدوا تكرارها مره اخرى. وبالتالي لا، نحن سنرى برلمان فعال، برلمان قوي، برلمان فيه ممارسه ديمقراطيه، كل المسائل ديت سنراها في هذا البرلمان. يا رب نتمنى ونتفائل دائما. اشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الكبير استاذ محمود نفادي، رئيس شعبة المحررين البرلمانيين والكاتب الصحفي الكبير. اشكرك. السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الامه الكويتي، هذا الرجل المحترم على طول فور فوز الدكتور علي عبد العال رئيسا لبرلمان مصر، رئيسا لمجلس النواب المصري 2016، بعث السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي ببرقية تهنئة لرئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال، وأكد ثقته الكبيرة في قدرة الدكتور علي عبد العال كرئيس لمجلس النواب والسادة النواب في أنهم سيعبرون بمصر وسيقومون بكل التشريعات القانونية الهادفة لخدمة الدستور المصري. وأعرب الغانم عن تطلعه برضه للتعاون مع
مجلس النواب المصري سواء على المستوى الثنائي أو من خلال أعمال ونشاطات الاتحاد البرلماني العربي. ده شيء جميل. أما الأخوة والأشقاء يسرعوا بالتهنئة ويمدوا إيد المحبة والأخوة. يعني ده شيء بنعتبره نوع من التفاؤل وإننا رايحين للطريق الصح. يعني علاقتنا بالكويت، علاقتنا بالسعودية، علاقتنا بالإمارات، بالبحرين، بكل الدول العربية نقدر نقول إنها علاقات تاريخية وضاربة في جذور التاريخ. فنتمنى إن شاء الله التوفيق لهذا البرلمان ونتفائل. يعني أنا أحط التفاؤل دي، تفائلوا بالخير تجدوه. ما حدش يخاف، ما حدش يخاف، ما حدش يخاف أبدا. بلدنا بخير وبلدنا إن شاء الله راحة لمنطقة جميلة. يعني بنك المعرفة واتكلمنا فيه بشكل كبير، وهو يعتبر من أهم الأمور اللي تمنح المعرفة للمواطن المصري، وأي حد فينا يستطيع أن هو يلاقي معلومة ببلاش. يعني ده حاجة رائعة. يوم 23 لما هينطلق بالكامل هذا الموقع، يعني ده شيء كويس، شيء كبير، شيء نفتخر به. في مشروعات كبيرة عندنا إن شاء الله الفترة القادمة سنبدأ في جني ثمار هذه المشروعات. بلدنا كان فيه مشاكل كتير قوي على مدار 30 سنة و40 سنة، مشاكل كبيرة جدا. المشكلة إن مشاكلنا في السنين اللي فاتت ما كانوش بيلاقوا لها حل في الحكومات اللي فاتت، لا، هم كانوا بيسيبوا المشكلة ويروحوا لحاجة تانية، وتيجي مشكلة تانية يسيبوها ما يحلوهاش. فبدأت تتراكم المشاكل. أول ما تراكمت وخلاص حطوا عليها غطا وسابوها. بس في إرادة في الدولة بعد 30 يونيو من الرئيس، يعني الرئيس السيسي اقتحم مشاكل كتير قوي، اقتحم يعني حاجات خلوها في وقتها، سيعلن عنها، خلوها في وقتها. امور كثيره جدا. وعايز اقول لكم موضوع الفساد بيتم محاربته بشكل كبير، ووصل كل ما قيل. والفتره القادمه سيتم الكشف عن بعض الامور الهامه في موضوع الفساد. مش عايز اخوض فيها كتير، ولكن عندنا رجاله بتخاف على البلد دي في الاجهزه الرقابيه، ويعدون المستندات والتقارير الرقابيه الهامه التي من شأنها ستردع الفاسدين. أقولها تاني، ستردع الفاسدين في كل مكان في أجهزة الدولة. نخش في الأخبار تاني. البابا تودروس بدأ زيارة تاريخية للأقصر. البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المقدسية بدأ النهارده الاثنين جولة بين إبراشيات وكنائس أديرة الأقصر. نقدر نقول إن هي الأولى منذ توليه الكرسي البابوي، وده وسط إجراءات أمنية مشددة وحظر استخدام حتى الهواتف المحمولة من قبل المقربين من البابا. والبابا تودروس استهل الجولة بزيارة لدير القديس ماري جرجس، ده كان بجبل الزريقات في جنوب المحافظة، وكان في استقباله طبعا لفيف من الآباء والكهنة. أنا بستغل طبعا وأعيد التهنئة لإخواننا الأقباط بمناسبة يعني عيدهم، وأيضا إن شاء الله يوم الأربعاء القادم عيد الغطاس، كل سنة وهم بألف صحة وخير وسلام، وكل سنة وكلنا كمصريين بألف صحة وخير وسلام. دكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية الذي نال من الانتقادات العديد من شدة الانتقادات الفترة الماضية، عرض على السيد الرئيس تقرير حول نتائج اجتماع الخبراء الفنيين في اثيوبيا. وعايز اقول لكم ان سياده الرئيس كلف بسرعه تنفيذ الدراسات الفنيه لسد النهضه. يبقى يجب علينا اننا نسرع في وتيره الاداء، نسرع في وتيره ما يحدث. عندما يكلف الرئيس كل الاجهزه المعنيه بسد النهضه، كل الاجهزه المعنيه باننا عندنا مشكله يجب ان تتفاوضوا عليها، في عندنا مشكله حياه او موت في سد النهضه، في الميه، في غيرها، يجب ان يتم الاسراع في الوتيره. وفي نفس الوقت يجب علينا الهدوء من جانبنا كاعلاميين او كاعلام. ف دكتور مغازي عرض تقرير مفصل طبعا حول الموقف وفقا لمخرجات الاجتماع والبنود اللي تم التوافق عليها طبعا زي ما انتم عارفين. وقال ان الرئيس كلف بسرعه البدء في تنفيذ الدراسات الفنيه بعد التوافق في مكتبين استشاريين فرنسيين BRL وارتيليا. دول ان شاء الله هيتولوا دراسه
موضوع سد النهضه. نروح بقى بعد التصريح ده، لازم نشوف اشقائنا في السودان وجهه نظرهم ايه، لازم نشوف اشقائنا برضه في اثيوبيا وجهه نظرهم ايه. يعني وخاصه كان في اجتماع ما بين سياده الرئيس ووزير خارجيه السودان في قمه متوقعه بين الرئيس السيسي والرئيس البشير في فبراير المقبل. القمه دي هتنهي نقاط الخلاف ما بين البلدين ان شاء الله، ده حسب ما نشر في جريده الشروق. ومش هقول بقى اصل مصدر، لا يعني ان شاء الله هيبقى فيه على هامش زياره وزير خارجيه السودان ابراهيم الغندور للقاهره، هيبقى فيه ان شاء الله قمه تجمع ما بين الرئيس السيسي وما بين الرئيس السوداني. هذه القمه الهدف من وراها ايه؟ الهدف من وراء ذلك كل نقاط الخلاف، الهدف من وراها السعي من اجل ايجاد نقاط تخدم مصالح مصر والسودان. مصر والسودان على مدار التاريخ هما شعب وادي النيل، شعب وادي النيل فعلا يعني يحتاجان للهدوء ويحتاجان لإيجاد صيغ كثيرة جدا من أجل الوصول لنقاط تفاهم في هذا الشأن. صحيح في مواد كتيرة قوي بعضنا أو في بعض المواقع بيبدأوا يتناولوها خاصة بسد النهضة أو نقاط الاتفاق ما بيننا وما بين الجانب الإثيوبي أو حتى السوداني. هي المشكلة عندما يخرج بعض الناس الذين لا يعلمون ما وراء هذه البنود أو هذه الاتفاقيات، هو ده اللي بيعمل بلبلة إعلامية. يعني مثلا لما يلاقوا يعني إننا نكثر من الانتقاد تجاه دولة معينة، هذا ليس مطلوب في هذا التوقيت. هو ليس استعراض للقوى، وإنما استعراض لحب وطن، استعراض لمحافظة على شعب. وأعيد مرة تانية كما قال الرئيس السيسي لما قال احنا مصريين ما ضيعناكمش قبل كده فمش هنضيعكم. والمقصود ليس الرئيس السيسي، المقصود الدولة، المقصود القوات المسلحة، المقصود بلدنا كلنا كشعب مصري هنحافظ عليها. ومعروف ان المية حياة او موت، ولن يرضى احد ولن يجامل احد ولن يترك احد نقدر نقول ان هو ادى دوره بتقصير وسيترك على الاطلاق، لان دي حياة شعب. المية حياة شعب، من حق اثيوبيا تبني مش من حقها، دي دولة، ولكن ان هي يعني تحافظ على حقوقها على حساب حقوق الاخرين والشعوب وحياتهم، هذا امر اكيد مرفوض على جميع المستويات. CNN اعلنت ان السلطات التركية قبضت على 30 شخص امبارح، وده بتهمة انتمائهم لتنظيم داعش في مدينتين في تركيا. ويعني ودخلت كده ان هم من الشيشان، اغلبهم من عارفين انتوا بعد روسيا ما تسلمت في جمهوريات هناك كثيرة جدا، يعني مثلا في الشيشان، في تركمانستان، اوزبكستان والحتت دي، يعني حوالي 15 واحد من هذه المنطقة بالإضافة ل2 مصريين أو 3 مصريين و7 أتراك بتهمة الانتماء لداعش. بس هي نسيت CNN تقول هي ليه تركيا كانت بتعالج بعض من أصيبوا في داعش في بعض المستشفيات، أم أن هناك مشكلة حقيقية في وسائل الإعلام يجب أن تناقش. يعني الأخبار بتوصل منين وليه وفين، وساعات بتبقى مصادر مجهلة وحرب معلوماتية ممكن نقولها كده على الهوا. بنقول بعض الأخبار التي لا تعود لأي مصدر ومكتوب لك أصل هو مصدر. مين المصدر؟ وش عرفني إن هذا المصدر الذي لم يذكر اسمه مصدر موثوق منه؟ CNN ليست موثوق فيها، ولكن لما عرضت بالصور وغيرها خلاص أكدت الخبر. في أمور كثيرة جدا محتاجين إننا نستوعبها، وخاصة شبابنا على مواقع التواصل الاجتماعي، موضوع الشير اللي على طول ده على أي حاجة بدون أي تأكيدات. انتوا طبعا عارفين موضوع دعوة تركيا وإن مصر المفروض تسلم لتركيا في القمة الإسلامية القادمة أو مؤتمر القمة الإسلامي القادم رئاسة الدورة القادمة. وتركيا الخارجية التركية قدمت دعوة لمصر في هذا الشأن،
والخارجية التركية قدمت دعوة لمصر بحضور القمة القادمة، بس مصر تتجاهل دعوة تركيا للقمة الإسلامية في مدينة اسطنبول، وأنقرة يعني وجهت دعوة رسمية من أجل حضور الرئيس السيسي أو مستوى رئاسي في هذا الشأن، ولكن مصر لم ترد لحد الآن في هذا الموضوع. كويس. طيب اسمحوا لي بس أن نتوقف عن هذه يعني الأخبار الخاصة بالشؤون الخارجية، وأعود مرة أخرى للشأن الداخلي، ولأن أنا عايز أطمن على موضوع ما بث في بعض وسائل الإعلام، موضوع الحريق في أحد مباني مجلس النواب، وعايز أطمن على الأمن. وأنا جاي كان في أمن وتواجد أمني مكثف في الشوارع، في شارع القصر العيني وعلى مستوى التحرير وغيرها من الأماكن، فعايزين نعرف إيه مدى التكثيف الأمني في هذا التوقيت، تزامن امتحانات، تزامن احتفال بعيد الشرطة وثورة يناير. فمعايا على التليفون سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام. مساء الخير يا سيادة اللواء، أهلا بحضرتك معانا. يا أستاذ شريف، أهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا أستاذ شريف. سيادة اللواء نطمن على من حضرتك على الحالة الأمنية. أنا شفت وأنا جاي هناك تواجد وتكثيف أمني في الشوارع بشكل كبير جدا. هل هي بداية استعدادات لتأمين سواء الطلاب للامتحانات أم منعا لأي حد يفكر ان هو يحدث اي شغب؟ لا، هو التواجد الامني ده بيبقى يعني بشكل مستمر لتحقيق الامن والانضباط وتوفير الحمايه لكافه المواطنين، سواء كانوا طلاب او غيرهم او مواطنين عاديين. ده مظهر من مظاهر يعني التواجد في الشارع، تواجد الامن في الشارع، ان الناس تشوف اجهزه الشرطه، تشوف القوافل، تشوف الدوريات، تشوف الخدمات المترجله. فده بيدي احساس بالامن والامان للمواطن، وده يعني اسلوب عمل جديد بتنتهجه الوزاره، لان احنا عارفين ان الامن احساس وشعور. فالناس لما بتشوف رجال الشرطه متواجده في الشارع او بتشوف خدمات امنيه مكثفه، هذا الامر يشعرهم بالامن، وده الهدف من التواجد الامني المكثف في الشوارع والميادين. طيب سياده اللواء، في توجيهات من السيد الرئيس لسياده اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخليه بالاهتمام باسر شهداء الشرطه. ايوه، عايزين نطمن برضو على اسر شهداء الشرطه ونعرف برضو مجهودات الوزاره، لان الناس دي قدمت روحها بصراحه ودمها عشان غيرها يعيش يعني، وما همهاش غير مصلحه الوطن وسلامه الوطن. وفي شباب زي الفل راح غدرا لجرائم ارهابيه. يعني هو طبعا موضوع الاهتمام باسر الشهداء ده من الثوابت الرئيسيه في منظومه عمل وزاره الداخليه، والتوجيهات بتاعه السيد الوزير دي يعني للتذكره، لان هي توجيهات مستديمه بتقديم وتعظيم اوجه الرعايه لاسر الشهداء، لان الشهداء دولت يعني اي حاجه الوزاره بتقدمها لاسرهم بتتضاءل جنب التضحيات اللي هم قدموها، يعني والروح والدم اللي هم قدموه علشان خاطر بلدهم، عشان خاطر شعبهم، وعشان خاطر الامن والاستقرار. الوزاره يعني لا تبخل باي شيء ولا تقصر في اوجه الرعايه تجاه اسر الشهداء. عندنا اداره من ضمن مكونات الاداره العامه للعلاقات الانسانيه اسمها اداره رعايه اسر الشهداء والمصابين، على تواصل دائم. الاداره مكاتبها مفتوحه، اي طلبات، اي حاجه بيطلبوها بيتم التوفير ليهم. غير كده هناك اوجه رعايه مختلفه على مدار العام بتقدم لاسر الشهداء. سياده اللواء، النهارده كان في حريق كده او يعني حاجه حصلت في مجلس النواب، ممكن بقى نطمن يعني من حضرتك في هذا الشأن ونطمن؟ هو تحديدا علشان برضك الناس يعني ما تبالغش في الامر، هو مبنى اداري خلف مجلس النواب، في موظفين، في كشاف نيون بيشتغل بترانس. الترانس ارتفعت في درجه الحراره، نتج عنه اشتعال في الترانس نفسه وانبعاث دخان. تم السيطره عليه واطفائه دون اي اصابات او دون اي تلفيات خالص، ده مجرد ترانس في كشاف كهرباء نيون. يعني نتمنى الامن والسلامه، وخاصه لسه بنقول يا هادي في مجلس النواب، يعني ربنا
يعني ان شاء الله يعدي كل الامور على خير. اولا بشكرك شكر جزيل على التواصل دايما معانا يا سياده العفو اللواء. يا فندم، بس العفو قبل ما يا اقفل لو رساله يقولها سياده اللواء بكر عبد الكريم الذي كان مسؤولا عن حقوق الانسان في وزاره الداخليه للمواطن المصري من اجل ان يحافظ على حقوقه قبل ان يحافظ على حقوق الدوله، حضرتك تقول له ايه؟ يعني احنا بنقول ان النهارده الاهتمام ورعايه حقوق الانسان دي اصبحت من مرتكزات العمل الامني، والدليل على هذا انشاء قطاع من ضمن قطاعات وزاره الداخليه هو قطاع حقوق الانسان والتواصل المجتمعي. بنأكد للناس ان يعني في توجيه عام السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخليه للضباط والقيادات والافراد ان هو مراعاه التوازن بين تطبيق وتنفيذ القانون واحترام حقوق الانسان، الحفاظ على كرامه المواطن. اي شخص او اي رجل شرطه يتجاوز مع مواطن وزاره تتصدى ليه، لان احنا هدفنا النهارده وامبارح وبكره اللي هو دعم العلاقات مع المواطنين، تنميه ثقتهم في اجهزه امنهم واجهزتهم الامنيه وشرطتهم. تمام. احنا معنيين بتقديم الخدمات الامنيه وخدمه المواطنين، مش معنيين ب يعني اساءه معامله المواطن. يعني من يتجاوز تقول لحضرتك للمواطن ما تخافش، روح اشتكي وهيجي لك حقك. اشتكي حقه وهيجي ان شاء الله. اشكرك سياده اللواء، شكر جزيل سياده اللواء بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخليه للعلاقات والاعلام على افادتنا الشديده، ونتمنى التوفيق لكل رجال في وزاره الداخليه اللي بيسروا طبعا على حفظ الامن ورحم الله الشهداء. استوقفت النهارده كلمتين قالهم السيد عصام الامير رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب، وده في افتتاح جلسات الدوره العاديه الرابعه للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب. وطبعا السيد عصام الامير رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون قائم باعمال وزير الاعلام في مصر. هو قال ان هذه الدوره دورة وزراء الإعلام بتأتي في وضع وتوقيت شديد الصعوبة، هو بالفعل تأتي في وضع شديد الصعوبة. وقال إن الإعلام كان مؤججا لأزمات الوطن العربي. وأيضا قال إن الإعلام لم يقم بدوره في الدفاع عن الإسلام والتفرقة الشديدة وتوضيح الصورة الذهنية للمواطن بالإسلام السمح الصحيح. بس كلمة ان هو الاعلام كان مؤججا لازمات الوطن العربي، الاعلام الغير هادف، الاعلام بلا ضمير، الاعلام الذي لا وطن له، الاعلام الذي وطنه الوحيد هو الدولار، هو ده اللي بيأجج فعلا ازمات الوطن العربي وتسبب في بعض الاحيان لانهيار اوطان. فنتمنى أن يستفيق أو تستفيق الأسرة الإعلامية العربية بشكل كبير جدا. وعملنا هنا في مباشر مصر حلقة خاصة وتهاتفنا مع العديد من وزراء الإعلام في الدول العربية، وكلهم أجمعوا على حاجة واحدة، إن في مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقهم، بما فيهم السيد عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في هذه الدورة، لأن العقل والوعي والثقافة العربية هي مسؤوليتكم، مسؤولية الجامعة العربية ومسؤولية القائمين على الإعلام العربي. نتمنى أن يكون هناك تكاتف، نتمنى أن يكون هناك يعني إيدينا في إيدين بعض يا جماعة. فعلا الدول العربية محتاجة أننا نضع خطط استراتيجية من أجل مستقبل شباب واعي ومثقف. الحرية مسؤولية، الحرية المسؤولة هو ده اللي احنا محتاجينه، وليس الحرية بلا ضمير أو الحرية التي تستهدف الدولار. تعالوا نروح للثانوية العامة، ربنا يوفق أولادنا كلهم ويا رب يعني البيوت كلها يعني تبقى فيها حالة من الهدوء. نطمن على الاستعدادات الوزارة. بس بأعيد أنا كلامي ليس الثانوية العامة، أنا كلامي الثالثة ورابعة وخمسة ابتدائي في جداول. أرجوكوا الجداول راعوا فيها الطلاب، أرجوكوا بلاش جو مادتين في يوم والاثنين ولازم الطلاب والضغط. ليه؟ احنا عايزين طالب يبقى فاهم ويشتغل وفي بلده، ولا طالب دخل رمى كلمتين وخلاص. نطمن من السيد محمد سعد رئيس الإدارة المركزية
لامتحانات الثانويه العامه، اكيد في استعدادات وفي شغل على قدم وساق. مساء الخير يا محمد بيه، ازي حضرتك؟ مساء النور يا فندم، ازي سعادتك؟ اهلا بيك. محمد بيه، اكيد عندكم استعدادات، الله يكون في عونكم، احنا عارفين يعني، بس نطمن من حضرتك امتحانات الثانويه العامه اللي الناس كلها، انت عارف بيوت مصر كلها بتقول عليها بعبع، بس انتوا النهارده اعلنتوا ان شاء الله، ويمكن ده اعلان مبكر، واضح ان في خطه من الوزاره، يعني ان شاء الله الامتحانات تمر بسلام وبهدوء هذا العام. ادينا فكره يا فندم على هذا الموضوع. طبعا النهارده سياده الوزير اصدر قرار بمواعيد امتحانات الثانويه العامه والامتحانات الفنيه. هذا القرار طبعا بناء على الخريطه الزمنيه اللي تم اعتمادها من المجلس الاعلى للتعليم القبل الجامعي البدايه بتاعته، وحددنا مواعيد كمان الدور الثاني. المواعيد اتحطت بناء على معايير، احنا عندنا طبعا في شهر 5 يبقى في امتحانات النقل للصفوف من اولى ابتدائي لحد ثانيه ثانوي، كمان وراها بيبقى الدبلومات الفنيه، بعد كده بيبقى الثانويه العامه. الوزاره طبعا بتستعد منذ الان ويمكن من اكثر من شهر لامتحانات الثانويه العامه. عندنا حضرتك فاتحين موقع الكتروني لرؤساء اللجان ومراقبين الاوائل ورؤساء مراكز توزيع الاسئله، ووصلنا يمكن لحد الان حوالي 10,000 مشترك. هؤلاء المرشحون ان شاء الله هنقابلهم في اجازه نصف العام ونعمل لهم مقابلات شخصيه ونعمل لهم تدريب ونشوف اختصاصاتهم ايه المشكلات اللي قابلتنا السنه اللي فاتت نقدر نتلاشاها من خلال اللقاء المباشر معاهم في كل مكان، كل واحد في محافظته. يعني نقدر نقول يا فندم ان حضراتكم برضه رجعتوا للعام الماضي وشفتوا ايه المشكله، يعني خلاص انتهى عصر اننا نقول لا كله تمام وكل الدنيا لا ماشيه، يعني واضح ان هناك تخطيط هذا العام ان هي تمر، يعني حضرتك يا استاذ محمد عارف اكيد ايه المشكلات وايه اللي تعرض ليه الطلبه السنه اللي فاتت، يعني نقدر نقول لازم نستفيد من اخطائنا يا فندم، لازم نستفيد من الاخطاء اللي وصلت واللي حصلت اثناء الامتحانات، والا طبعا يبقى وجودنا ملوش لازمه. ما ينفعش الخطا يتكرر كل سنه، ده ما ينفعش. ده شيء يحترم والله يا محمد بيه. طيب بالنسبه هل في نصيحه خاصه كده تقولها لاولياء الامور قبل الامتحانات كده، يعني 6 شهور الولاد اكيد بيذاكروا اكيد يعني عندهم قلق، يعني رئيس الاداره المركزيه لامتحانات الثانويه العامه يقول لهم ايه؟ يعني الولاد بيخافوا من الثانويه العامه وانت عارف. طبعا احنا طبعا بننزل نصايح، بس النصايح بننزلها متاخر شويه قبل الامتحانات، لكن احنا من دلوقتي من الان بنقول لهم احنا عاملين مواصفات لورقه الامتحان، ايوه بنراجعها على مركز القومي للامتحانات، تمام، بنختار الهيئه الفنيه لوزيع الاسئله بكل حياديه وبننقيهم بعنايه فائقه، بحيث ان كل واحد يشترك في عمليه الامتحانات، سواء وضع اسئله سواء ملاحظ سواء مراقب رئيس لجنه بيتم اختياره، واحنا كلنا من اول سياده الوزير لحد اصغر عامل موجود في وزاره التربيه والتعليم موجودين عشان خدمتكم. طب استاذ محمد، موضوع معلش اخر حاجه معلش، موضوع الاسئله اللي ساعات بتيجي اكيد هتتلافوها، ان مثلا سؤال يبقى صعب، سؤال يجي بره المنهج، الحاجات دي كلها صح؟ لا طبعا احنا طبعا عندنا المواصفات بتحدد، وعندنا كتاب المدرسه. انا برضو فرصه سيادتك فكرتني ان احنا عندنا كتاب المدرسه. ايوه يعني انا بارجو اولادنا في امتحان الثانويه العامه يعني يهتموا بكتاب المدرسه، لان الامتحان مش يجي من كتاب المدرسه. الكتب الخارجيه متنوعه، كل واحد بيحط رؤيه فيه، بيحط شكل فيه، لكن كتاب المدرسه واحد بيتوزع على مستوى الجمهوريه، وهو اللي هيجي الامتحان منه. الامتحان بالظبط يا فندم، بالظبط. لا ده ناخدها ده تصريح، انا بشكرك شكر جزيل حضرتك، ده يعني تصريح محترم لينا، بشكرك شكر جزيل استاذ محمد سعد رئيس الاداره المركزيه للامتحانات الثانويه العامه في وزاره التربيه والتعليم. قال تصريح مهم جدا محترم، بيقول لكم الكتب الخارجيه والكلام ده كله في كتاب المدرسه هو ده اللي هيجي منه الامتحانات. في بعض الناس بتقول لك اصل انا عندي ال10 اسئله دول، كان عندنا مدرس زمان مش عارف ربنا يمسيه بالخير ولا الله يرحمه، يعني يقول لك انا عندي ال10 المبشرين بالجنه، 10 ايه واسئله ايه احفظها واخش الجنه يا استاذي العزيز. في مدرسين كده يقعدوا ينشروا وانا عارف الامتحان، لا كتاب المدرسه كفيل، وده بقولها لكم، وفي كل السنوات، وفي كل السنوات في العربي وفي الدراسات وفي الدين كتاب المدرسه هو اللي بيجي منه الاسئله. بعض الناس بس بيطلعوا شهاده عشان الدروس تشتغل بس، فنرجو من المدرسين رفقا بالاهل. صفحه الرئيس السيسي على الفيسبوك تتخطى 6 مليون متابع. في تقرير قبل كده كان قايل ان 67% من معجبي الصفحه
من الرجال او من الشباب، و33% من السيدات، 70% من المستخدمين بشكل عام من المتابعين بيعملوا لايكات او ان هم موافقين على ان الصفحه دي يجي لهم منها بوستات او غيرها. بيقول لك ان الفئه العمريه الاكثر حضور وتفاعل على صفحه الرئيس السيسي من الشباب، وتقع تقريبا من 18 ل 34 عام. والله ده شيء كويس. ناخد على التليفون للتوضيح معانا على التليفون الاستاذ دكتور خالد الغمري. مساء الخير يا دكتور، اهلا بحضرتك معانا يا فندم. اهلا، مساء الخير. دكتور خالد، اهميه الفيسبوك ووجود ومؤشر ان مثلا صفحه رئيس جمهوريه تصل 6 مليون متابع، شايفها ازاي؟ 6 مليون يعني تقريبا ربع مستخدمي فيسبوك في مصر. يعني مستخدمي فيسبوك في مصر وصلوا 28 مليون. فالعدد مش صغير، دي حاجه. تاني حاجه، يعني من المهم جدا لاي صاحب منصب سياسي، رئيس جمهوريه، وزير، ان هو يبقى موجود وسط الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه، تويتر وفيسبوك، خاصه فيسبوك كان اكبر موقع المصريين بيستخدموه من مواقع التواصل الاجتماعي. الحضور بين الشباب في الفتره اللي احنا موجودين فيها شيء ضروري جدا. ليه؟ لان احنا ولا نبقى تواصل مباشر بين صاحب القرار السياسي والمواطنين، وخاصه اهم الشرائح المواطنين هي الشباب في المرحله العمريه من 18 ل 24 سنه. فشيء ايجابي في العموم ان يبقى فيه حساب سياسي وحساب رئيس جمهوريه عليه العدد الكبير من المصريين وخاصه من الشباب، يبقى فيه تفاعل، يبقى فيه نوع من التفاعل الصحي اللي بيخلي دايما في حلقه وصل بين المسؤول السياسي وبين يعني مؤشر كويس يا دكتور. يعني حضرتك شايف اكيد حضرتك يعني استاذ جامعه واستاذ مساعد اللغويات في جامعه عين شمس ومن الجامعات الكبيره، واكيد في طلبه كتير بيمروا عند حضرتك وحضرتك بتدرسهم. يعني شايف ان ده مؤشر نقدر نقول عليه يجب ان تنتبه الدوله لهذا المؤشر وتوجه طاقتها اكتر واكتر تجاه الشباب؟ هو بصراحه كان في كتاب انا كنت كاتبه عن كده اربع مبادئ. احنا نتكلم بقى في السياق الاكبر شويه. احنا في عصر المعلومات فيه بتستخدم استخدام عسكري. يعني المعلومات بقت سلاح اكيد زيها زي اي سلاح. وكان في من فتره من 4-5 سنين كان في تقصير من الحكومات ان هي تبقى تتواجد، واعتقد ان هم تداركوا النوع ده من التقصير، ان انت تبقى حاضر. لان الحضور بهذا العدد 6 مليون مش قليل. من اهم واخطر التأثيرات اللي بيعملها ان هو بيتحكم في سرعة انتشار الاشاعات. هو دي انا يمكن ممكن تسمح لي ان انا اخد حضرتك ان هو بيتحكم في انتشار الشائعات وهقف عندها، وبشكرك طبعا وجودك معانا، وان شاء الله يكون لنا لقاء هنا داخل الاستوديو حضرتك توضح لنا برضو هذا الموضوع والشائعات والحرب المعلوماتيه اللي احنا بنعيشها، لاننا محتاجين برضو اساتذه الجامعه نسمع منهم الشباب بيفكر ازاي. بشكرك شكر جزيل استاذ الدكتور خالد الغمري، استاذ مساعد اللغويات بجامعه عين شمس. اشكرك شكر جزيل. شكرا جزيلا. اشكرك. خلصت الاخبار، بس يمكن النهارده يعني اكبر تصريح من السيد المسؤول عن امتحانات الثانويه العامه. خلوا بالكم من كتاب المدرسه. كتاب المدرسه الامتحانات بتيجي منه، الكتب الخارجيه عوامل مساعده فقط. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل الزميلة إيمان العقاد وحوار حول مجلس النواب 2016.